السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجد المفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد مفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بريبلكستي اسك اني ثينج. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتقدر ان انت تسأله في اي حاجة وكل حاجة ويقدر ان هو يجاوب عليك، سواء بتسأله اسئلة كتابية بتكتبها على الشاشة، او اسئلة فويس صوتية. وتقدر ان انت تستخدمه بكل اللغات اللي انت عايزها، سواء باللغة الانجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الاسبانية، باللغة الايطالية. اي لغة انت بتتكلم بيها وتقدر انت تسأله باللغة دي، ويقدر ان هو يرد عليك ويجاوبك بنفس الاجابة او بنفس اللغة اللي انت سألته بيها. سواء سألته بقى فويس او كتاب. تقدر تسأله في في مجالات اي مجال من مجالات الحياة ومجالات الطبيعة، في رياضة، في فن، في طب، في هندسة، في رياضيات، في فلسفة، في علم نفس، في علم اجتماع. في اي حاجة عايز تسألها تقدر ان انت تسألها للتطبيق، او لما تحمل التطبيق تقدر ان انت تسأله ويقدر ان هو يرد عليك ويجاوبك. ويقدر ان هو لو انت ما فهمتش الاجابة تقدر ان انت تتعمق في السؤال اكتر واكتر واكتر، وهو هيجاوب عليك في كل حاجة تسألها له لحد ما تفهم الاجابة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية. وبس كده، ده يعتبر اصل شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.